من النادي الأهلي غضب في لجنة الكرة بسبب تصريحات البدري للكابتن مدحت شلبي في برنامجه يوم الخميس الماضي حصاد الأسبوع. يعني بيقول لك أن الكابتن طارق فاجأ الكل وربما يكون تجاوز في حق زملائه والمدربين. حسام البدري يعني أخذ رأيك في هذه التصريحات، ولكن أكمل مع حضرتك يا أستاذ أسامة. لجنة الكرة ترفض تعيين مترجم ثاني خوفا من الانتقادات، يعني حاجة غريبة يعني لا أدري على المترجم الأولاني. الخرافي يشترط وضع اسم مجموعته على لوجو الأهلي مقابل 100 مليون جنيه سنويا. ده الجديد، ان الخرافي او مجموعة الخرافي تقدمت ان يكون لوجو الشركات موجود على لوجو مكتبات النادي الأهلي مقابل 100 مليون سنويا. مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي الإفريقية، استبعاد أحمد حسن من القائمة الأولى وفرانسيس وسعيود وعفروتو وضم منجا وشوقي. يعني القائمة يا أستاذ أسامة ضمت التي أرسلت منذ ساعتين اليوم السبت: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمود أبو السعود، والجمعة أحمد السيد، محمد سمير، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، أيمن شرف، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، المعتز بالله إينو، أحمد نبيل منجا، أحمد شكري، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أسامة حسني، محمد ناجي جدو، أحمد فتحي، عماد متعب، محمد فضل، دومونيك دي سيلفا، حسام غالي، محمد طلعت، وأخيرا محمد شوقي. جوزيه يصرف النظر عن التعاقد مع باتريك، ولجنة الكرة تواصل البحث عن مهاجم إفريقي. جدو يتفوق على كريستيانو وعبد الغني في المركز ال74. يعني ده أسامة خبر مهم طبعا. محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تفوق على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد. جدو جاء في المركز 26 برصيد 9 أهداف على مستوى هدافي العالم. كريستيانو جاء بعديه يعني سجل 8 أهداف. أحمد عبد الغني في المركز ال74 برصيد 7 أهداف دولية سجلها جميعها مع الحرس. كريستيانو في المركز ال60 تخيل برصيد 7 أهداف. يعني مقارنة ظريفة. يعني زملائنا في الإعداد: وفد رفيع المستوى من الأهلي لزيارة الزمالك والتهنئة بالمئوية قريبا. أيضا عاشور مطلوب في السعودية، واللاعب يطالب الفريق السعودي وبالتحديد يعني أحد الأندية السعودية أهلي جدة طلبهم أن يرسلوا فاكسا رسميا. عبد الحميد شبانة يطلب تعهد بالمشاركة